حكمت عليه باغلاق القنوات ديالو لمده 5 سنوات، وهذا هو المهم وهذا هو القاتل، وهذه هي الضربه الصاعقه لكل المبتزين وكل هذوك المشهرين اللي كيتعداو على الاعراض وكيسبوا الاعراض ديال الناس. لا يعقل انه تهين الاستاذ، طيح من الكرامه ديال الاستاذ. الاساتذه هما هذوك ديال البلاد، ما كيتخلص 3 المليون ولا 4 المليون باش تهينوا في شي نهار تسمع اخبار السي عبد الاله الملقب بمول الحوت جا بغا يكحل ليها عماها، غرق بالقضايا وبالمتابعات، كيطلع من حفره كيزلق في وحده اخرى. دعاه الدركي المتقاعد شحال هادي سي طاهر سعدون شاف باللي مول الحوت تجاوز حريه التعبير ودخل في امور شخصيه بزاف، كملها وجملها، دار داك الفيديو اللي اقل ما كيتقال عليه فيديو مشمئز، فيديو خسيس ودون المستوى، الفيديو اللي كلكم شفتوه كيطنز على الاستاذ المحترم اللي قراه يا حسره. السي عبد الاله بن كيران الاستاذ راه تقال عليه قوم للمعلم يوفيه التبجيله، كاد المعلم ان يكون رسولا. الاستاذ راه ما كنطنزوش عليه الشريف، واخا يكون راكب في كرويله راه خاصك تهبط وتبوس ليه راسو وتقول ليه الله يرحم الوالدين، ماشي دير فيديو تطنز عليه. وفي الاخير السي عبد الاله بن كيران السي عبد الاله الملقب بمول الحوت بغى يترشح للانتخابات. هذا فيديو خاصو بزاف ما يتقال، لان الانتخابات هضره اخرى وعندها خصوصيات بزاف، غنخليوها الفيديو اخر. مرحبا بكم في صحافه المقهى. اليوم غادي نناقشوا الموضوع بموضوعيه ونعطيو لكل ذي حق حقه، تحليل منطقي وخالي من الحزازات. ما تنساش دير جيم والاشتراك في القناه وبارطاجي الفيديو مع الناس. ويلا نبداو. واش بصح وصلنا لهذا المستوى؟ خلاف عادي بين جوج ديال الناس في السوشيال ميديا كيتحول للفضيحه، ومن بعد الملف قضائي، ومن بعد الحكم المنع 5 سنين كامله من الانترنت. هادشي اللي واقع في قضيه مول الحوت راه ماشي غير ترند، هادشي راه مرآة ديال الواقع كامل كيتبدل يوميا قدام عينينا. خلينا نهضروا بصراحه، فين سال النقد وبدا التشهير؟ حيت بزاف ديال الناس راه ولات كتخلط الامور، كيحسبوا ان حريه التعبير كتعني تقول اي حاجه على اي واحد وباي طريقه. لا، الحقيقه هي حريه التعبير كتسالي فاش كتبدا تمس الكرامه ديال هذاك اللي كتهضر عليه. القضيه ما بداتش كبيره، واحد الدركي متقاعد قال الراي ديالو في السلوك ديال السي عبد الاله وانتقدوا بطريقه مباشره. هادشي راه عادي، اي واحد عنده الحق ينتقد، ولكن الرد من السي عبد الاله ما كانش رد، كان هجوم مباشر في امور اللي هي شخصيه. ومن هنا تبدلات قواعد اللعبه. مول الحوت ما جاوبش على الفكره، جاوب على الشخص وما ناقشش الراي، مشى للحياه الخاصه ديال السيد. وهنا السي عبد الاله راه كاين خط احمر، حيت ملي كتدخل في العائله وكتجر ولد واحد الانسان وكتدخلوا في الموضوع وكتستعمل التجربه القاسيه اللي عاشها باش تضربوا، راه ما بقيناش في النقد، راه دخلنا في التشهير وفي الضرب تحت الحزام. علاش بزاف ديال صناع المحتوى وصلوا لهذا المستوى؟ الجواب بسيط وقاصح بزاف، البوز. هادشي علاش داير الفيلم، فاش كيدخل الطمع في التفاعل راه كيخرج الاحترام من الباب. كاين اللي مستعد يدير اي حاجه، يسب يشهر ويجرح غير باش يطلع في المشاهدات. ولكن اللي ما عارفينوش هاد صناع المحتوى ولا هاد الناس اللي كيديروا التشهير، راه الجمهور تبدل، راه ما بقاش عنده نفس المنطق ونفس الطريقه باش كيفكر. اليوم الناس راه ما بقاتش غبيه، تقدر تضحك مره ولكن راه ملي كتشوف الظلم راه كتقلب. وهذا الشيء اللي وقع. الراي العام ما وقفش مع اللي صوته عالي ولا اللي معروف بزاف، وقف مع اللي عنده الحق، حيت كاين فرق بين الجرأة وبين الوقاحه. واحد الاستاذ كان قال لي والله لا تفرتي السهرات وكيدير استاذ راك عزاز، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك استاذ. يا استاذ الله يسهل على الجميع. انا جيت امام المؤسسه اللي تيدرس بها الاستاذ، ما كانش القصد ديالي هو انني نقول للاستاذ بالله عندك، فقلتهاش من فمي، فقلتها من قلبي، اثرت فيها بزاف. شوف، الاعتذار من اللي كيجي من بعد العاصفه راه ماشي هو نفس الاعتذار اللي كيجي من واحد الضمير اللي هو حي. راه هذاك الفيديو اللي بنتي فيه كتضحك وكتستهزئ بالاستاذ غير عن عنده زعما طوموبيل قديمه،
راه ماشي عيب الشريف، هادي راه ماشي غير زلة لسان، هادي راه كارثة وعقلية متجدرة للأسف في بعض الأشخاص. تنز على أستاذ حنت عنده طوموبيل قديمة، راه خاصك تنز على الظروف اللي خلات أستاذ بالحجم ديالو بالقيمة ديالو يركب على طوموبيل بحال هاديك. راه ماشي خاصك تضحك عليه هو. الشريف جات اليوم تبدلت النبرة ديالك ودرتي فيديو ديال الاعتذار، في الحقيقة عصبني داك الفيديو. السؤال اللي خصو يتطرح اليوم، واش هاد الاعتذار نابع من واحد الندم حقيقي زعما، ولا غير خوف من الضغط ومن الانتقادات، وربما كاع خايف من القضاء؟ راه حين الواقع واضح. ملي دار الفيديو الاول كان واثق وكان كيتبورد وكان كيشوف راسو فوق النقد وفوق الناس اللي قراوه ورباو فيه القيم. الاستاذ عطاك العلم، عطاك الاساس، وانت في الاخير كتجي وكتستخف بيه قدام الملايين غير حيت ما عندوش المظاهر. هنا راه المشكل كبير، راه ماشي غير اهانه لشخص، راه اهانه لمهنه كامله، مهنه التعليم اللي اصلا مهلوكه في هاد البلاد، وكتزيدوا عليها بهذا النوع ديال المحتوى الهابط. دابا جا كيهضر بواحد النبره هادئه وكيقول مشى حتى المؤسسه باش يعتذر وباغي يسالي الموضوع وديا، ولكن الاستاذ رفض ومن حقه يرفض، وهذا الرفض راه مفهوم 100%. كاين فرق كبير بين طيح بقيمه انسان قدام العلن وتجي تعتذر ليه في الكواليس. الاهانه راه كانت بيبليك والاعتذار بغيتيه يكون بريفي، لا ماشي هكذا كتخاد الامور. وزيد على لوجوه القضاء راه ماشي تصعيد كما كيبان الكثير من الناس، بالعكس هذه راه رساله. كرامه الاستاذ راه ماشي لعبه وماشي محتوى باش تجيب به المشاهدات. المشكل الاكبر في هذه القصه هو هذا النوع ديال النجوميه السريعه اللي كتخلي بعض الناس كيحسوا براسهم فوق الجميع. اليوم عندك لايكات وغدا تقدر تكون ترند كاع. هادشي راه ما كيعطيكش الحق باش تهين الناس وعلى راسهم الاستاذ. وهذا الشيء خصو يكون درس واضح. السوشيال ميديا راه ماشي غابه، وماشي اي واحد عنده تليفون يولي عنده الحق يسخف بالاخرين بلا حساب. عبد الاله حاول يصلح، ولكن الصراحه الضرر راه وقع. الصوره اللي ترسمات والطريقه اللي بان بها صعيب تمسحها غير بواحد فيديو اعتذار. الاستاذ اختار الطريق القانوني، وهادشي كيبين ان المساله راه ماشي شخصيه، مساله مبدا. وفي الاخير خاص كل واحد يفهم الاحترام راه خاصو يكون واجب على كل واحد، خاصه مع الناس اللي عندهم فضل عليك واللي ما تعلمش هذا الدرس بكري غيتعلموا بواحد الطريقه قاصحه. ونجيو دابا للحكم القضائي. 5 شهور موقوفه التنفيذ. ممكن شي واحد يقول بسيطه، ولكن الحقيقه راه اخطر حاجه راه ماشي الحبس، اخطر حاجه هي المنع من السوشيال ميديا 5 سنين. هذا القرار راه رساله واضحه. الانترنت راه ما بقاش غابه، اي واحد كيهضر خاصو يتحاسب. اذا خاصك ترد البال داكشي اللي كتقول. السب والقذف والتشهير راه ممكن يوصلك للحبس. زيد عليها التعويضات، الفلوس راه غادي تخرج من جيبك حين قلتي كلمه. واش دابا كيبان لك ان البوز رخيص؟ كاين واحد النقطه مهمه، مول الحوت راه ما ضربش غير شخص، راه ضرب حتى مؤسسات دخلت في الخط. الفريق الكروي كيطالب واحد التعويض كبير. وهنا كنشوفوا ان الكلمه في السوشيال ميديا راه ما بقاتش مجرد راي، راه ممكن تضرب سمعه وتخلق خسائر وتدخل في واحد الملفات قانونيه اللي هي معقده. ودابا نطرحوا واحد السؤال وجاوبني عليه انت اللي كتفرج فيا. واش هذا المشكل غير في مول الحوت ولا في الثقافه كامله ديال السوشيال ميديا عندنا في المغرب؟ حيت بصراحه كاين تشجيع كبير لهذا النوع ديال المحتوى اللي كيسب كيطلع، واللي كيتعدى الحدود كيتشهر، واللي كيهضر بالعقل وبالمنطق وبالتحليل كيتهمش. يعني المجتمع الرقمي ولا كيكافئ الفوضى. ومن بعد كنستغربوا ملي كتوصل الامور للمحاكم. وخاصنا نكونوا واضحين، حريه التعبير راه ماشي درع ضد القانون. وفي الاخر تقول انا راه كنقول غير رايي، هذا راه ماشي عذر. الا كان الراي ديالك فيه تشهير وفيه اهانه وفيه مس بالحياه الخاصه،
هذا راه ما كيبقاش رأي الشريف، هذا راه كتولي جريمة وكيحاسب عليها القانون. في نفس الوقت خاصنا نطرحوا واحد السؤال مضاد ضروري: فين غادي توقف هذه الموجة ديال المتابعات القضائية؟ واش غادي تولي اي كلمة ممكن تدخل الحبس، ولا غادي تحدد واحد الخط بين التشهير والنقد؟ خصنا نعرفوه باش نعرفوا امتى كيولي تشهير وامتى كيولي نقد، حيت حتى الخوف الزايد ممكن يقتل حرية التعبير، وهذا التوازن راه ضروري. صراحة هاد القضية عطاتنا واحد 3 ديال الدروس كبار وخصنا نستافدوا منهم. اول درس: الكلمة عندها ثمن ويمكن تخلصها الثمن غالي. ثانيا: الجمهور راه ما بقاش كيتسامح مع قلة الاحترام، وهذه هي اهم حاجة واللي عجبتني انا شخصيا. وثالثا: القانون راه دخل بقوة في السوشيال ميديا، واللي ما فهمش هذا الشيء للأسف راه يقدر يخلص الثمن. أخيرا: ماشي أي واحد عنده ميكرو راه إعلامي، وماشي أي واحد عنده متابعين راه فوق القانون. السوشيال ميديا أكيد عطات الحرية، ولكن راه ما عطاتكش الحصانة، واللي ما عرفش يفرق بيناتهم غادي يتعلم، ولكن بواحد الثمن اللي غيكون قاصح. دوزو بخير.